مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ متنساش الشعب لايك وشير وسبسكرايب للقناة، دعمك يهمني. عاوز اوصل ل 600 سبسكرايب وفرق بوقت بدعمكم وحبكم. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. هنتكلم عن الدوري المصري. الأهلي كسب النهاردة ماتش صعب وماتش كبير قدام طلائع الجيش 2-0. وبيراميدز كسب سيراميكا كليوباترا 2-1 لغاية أواخر الدقايق. نتكلم عن مجاميع الحسم ومجاميع اللقب. في تسع أندية ضمنوا اللي هم المنافسة على اللقب، اللي هم التسعة اللي فوق بعد انتهاء الدور الأول بالكامل. وهما بيراميدز في المركز الأول ب 42 نقطة، الأهلي في المركز الثاني 39 نقطة، والزمالك 32 نقطة، والمصري 30، البنك الأهلي 29، سيراميكا 24. وبتلات مفاجآت اللي تحت، الواحد مكانش متوقع إن هم يخشوا أصلا من ضمن تسعة، اللي هم فاركو 23 نقطة، بتروجيت 22، المفاجأة الكبيرة. وحرس الحدود مقدم أداء عالمي مع كابتن محمد يوسف 22 نقطة. صراع بقى الهبوط، في تسعة هينافسوا تحت على الهبوط، هينزل منهم ثلاثة. طلائع الجيش كان متوقع منهم بالأداء اللي عملوه في أول الموسم إن هم يبقوا من التسعة الكبار. مع الأسف ما لحقوش، كانوا واقفين على نقطة واحدة، لو تعادلوا مع الأهلي أو كسبوا كانوا يصعدوا. وهم خسروا من الأهلي فوقعوا تحت. زد بالمجاميع اللي عندها، باللعيبة اللي عندها القوية جدا، برضه ما عرفتش تصعد من أول كبار، هتنافس على الهبوط 21 نقطة برضه. سموحة مع مع أحمد سامي برضو ما عرفتش تنافس على الصعود، هتنافس على الهبوط 20 نقطة. الاتحاد 18، غزل المحلة 17، الجونة 17. الإسماعيلي مع الأسف آخر ثلاثة تحت وباين عليها يهبط، ربنا يعني يكملهم وما يهبطوش عشان الإسماعيلي فرقة كبيرة في الدوري. 14 نقطة، إنبي 12، ومودرن سبورت 9 نقط. زي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشة دلوقتي الصور. آه، دور تاني يبقى مولع، دور تاني يبقى حاجة كبيرة، محدش هيعرف مين يدخل الدوري في الآخر. بيراميدز عمال يكسب ماتشات كبيرة ويكسب في آخر دقايق، ودي الفرقة البطلة اللي هي تكسب أي حد، والأهلي بيلعقوا، والزمالك برضه مع بيصيروا ماشي حلو. نشوف بقى مين هيكسب في الآخر. متنساش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.